ليتوال تعود من بعيد في البطولة 9 لقاءات على التوالي دون هزيمة. الملفت للانتباه في مرحلة الإياب النجم يحصد 6 نقاط من 2 تنقلات في 3 جولات. فهالعمل لومير بدأ يتجسد على الميدان بعد ما لقى التركيبة المثالية. بين القناوية والنجم القاسم المشترك هو وجود لاعبين لعبوا في 2 فرق، العمراني بن مسعود وعباس الغائب من جهة المرسى، والموهبي اللي في الذهاب كان مع أبناء صفصاف ليكمل الإياب مع أبناء بوجعفر. قلب اليوم مع النجم ولا مع القناوية؟ والله العظيم اليوم كيفاش يقولوا هاني في وسط المدارج معناها نشجع مستقبل المرسى بالطبيعه هذه جمعيتي، والنجم الساحلي معناها هذه جمعيتي الحاليه، والنجم الساحلي جمعيتي الام. الانسان لازم يكون بروفيسيونيل معناها يفكر في الناس اللي يخدم معاهم والناس اللي توكل فيه خبزه، ويشرفني يكون في مستقبل المرسى. انا لعبت في مستقبل المرسى اليوم في النجم الساحلي، الحمد لله ربي وين مشيت خليت امبرسيون باهيه، خليت انطباعات باهيه. هاك شفت اليوم معناها جمهور مرسى صفق عليا في الخروج. ما توحش العفيف شويه في كل مباراه تبدا بعيده مش المرسى؟ لا ديما معناتها نراو بعضنا ديما باتصال، يعني قلت لك حومتي عاد هذوما ولاد حومتي والناس اللي تربيت معاهم. العفيف ما غلطش يوسف ودخل في السير نتاع المرسى قبل الماتش؟ والله ساعة يوسف عنده معزة خاصة مش مزاملة فيه ولا خاطره بحذايا، فالمرسى هو دلوا المرسى ويعيطوا له البرازيليان. تشكيلة هجومية لزوز فرق، لومير يحافظ على نفس الرسم التكتيكي مع دخول بن أيوب مكان البلبوري المريض. في الجهة المقابلة ثنائي في الهجوم العمراني وموسى. ليتوال على غرار تنقل المنستير تفتتح النتيجة مع الدقائق الأولى، وإن كانت في الدقيقة الثانية في مباراة ديربي الساحل فإنه 35 ثانية كانت كافية للنجم لزيارة شباك الجبالي. مخالفة من الفالحي، بونجاح يتجاوز يسري تواتي والعبيدي يسدد كورته في الشباك. الهدف الثامن للجزائري اللي يرجع به لطليعة الترتيب الهدفي مع العكاشي، وبالمناسبة يكون صاحب أسرع هدف في بطولة الموسم الحالي. الإجابة السريعة من القناوية، العمراني الممتاز في لقاء اليوم يتوغل مع 9 دقائق لعب من الجهة اليمنى لدفاع النجم، يتجاوز الفالحي والبدوي، يمهد لتواتي اللي دون صعوبة يسجل هدف التعادل. دفاع النجم يقبل الهدف بعد 531 دقيقة. 2 أهداف في 9 دقائق تأكد أن وقع المباراة كان سريع، والمستقبل يضغط بفضل الفورمة الكبيرة للعمراني اللي كان مصدر كل العمليات وتحرك من اليمين واليسار، وبفنياته أقلق دفاع النجم وكأنه يرسل بإرسالية لمسؤولية النجم. ضغط دون نتيجة أمام حسن تمركز دفاع النجم. ليتوال تعتمد على الكرات الطويلة على غرارها العملية. الفالحي للبريقي اللي ما يحسنش الكنترول رغم موقعه المناسب. أبناء لومير حاولوا لكن غابت النجاح على الموهبي وبنجاح لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. فرحان بالمردود البدني نتاع المستقبل نادي المرسى من اللي جيت؟ الحمد لله اللي جيت كانت المرسى عندها ستيل دو جو تلعب برشا تالي. اليوم الحمد لله نشوفوا في المرسى تلعب بالقدام، فهمت؟ ماهوش مازالت برشا خدمه، مش قراص الخدمه هذه، ما بدات اليوم تبان البصمه نتاع الخدمه. بدايه الشوط الثاني فرصه لكل فريق، مخالفه من بن مسعود للتواتي يمهد لخليل الهنيد كورته جانبيه بقليل. الاجابه السريعه من النجم بعد دقيقه، بغداد يتوغل من يسار يوزع، والحارس الجبالي والدفاع ينقذوا الموقف. ليتوال تزيد في السرعه، المويبي وجه لوجه كورته جانبيه، عمليه مسبوقه بتسلل. 65 دقيقه لعب، المدرب لومير يقوم بتغيير تكتيكي مجازف بخروج لاعب ارتكاز صريح محمد سلامه ودخول الترودي وسط ميدان النجم دون بيفوات صريحين. هو في الحقيقة ما كانش لاعب غير فكاك، لأنه عصام الجبالي قام بالدور هذا كما يجب، لكن عنده آليات هجومية أكثر من سلامة، لأنه النية نتاعنا كانت نية هجومية، وخاصة نيتنا هو أنه نحافظوا على الكتلة نتاعنا متقدمة. المرسى تحاول تستغل الوضعية، وكالعادة أمير العمراني أحسن لاعب في صفوف أبناء عادل السليمي يتوغل يخرج موسى وبن أيوب قبل مهاجم المرسى. الضغط يتواصل والعمراني يواصل عروضه القوية، يوزع والفالحي يقبل سفيان موسى. الزملاء غزال يمسكوا بزمام الامور، الموهب يوزع توصل لبون جناح كما جات على الطاير كورته فوق المرمى بقليل. الجديد ياتي مع 74 دقيقه لعب، مخالفه في التنفيذ تاج، والبقيه هدف ثاني للإيطوال. بالمناسبه الهدف الثاني لمروان مع النجم والرابع عليه في البطوله، والمستقبل على غرار لقاء بنزرت تقبل هدف على كره ثابته. في دفاع المرسى على كره ثابته، وتو ولا فما مشكل على مساله الماركاج
كل حد ياخذ صاحبه ولا معناها هذه معناها المشكله. ما لومير يبحث على تسكير اللعب بإقحام بوغطاس وأيمن الطرابلسي، وكرة الهدف الثالث تتاح. البدوي يخرج بونجاح يرفع الكرة بجبالي، وماهر العبيدي على الخط يمنع الهدف. آخر اللقاء عرف السيطرة للمرسى خصوصا بعد دخول محمد بن عمار وفراس بالعربي، لكن غابت النجاعة خاصة في الكرات الثابتة. ليتوال تحقق 3 نقاط في مباراة نجح فيها مدربه تكتيكيا وعرف يتعامل مع المنافس وأرضية الميدان. ضد مستقبل المرسى قدم مردود طيب، لكن النتيجة ما تبعتش. اليوم سكو قاعدين نلعبوا كل ماتش قاعدين نلعب بالكدا، مي ريزلتا ما تبعش. مالوريزمون نفس الاغلاط قاعدين نقبلوا سي البالاريتي. ان شاء الله نخدموا على رواحنا. تو عندنا 2 ماتش جايين مو ساهلين، غرومبيليا وستاد تونيزيان. ان شاء الله اون في الماكسيموم باش ناخذوا لو 3 بوان نتاعنا. مقارنه بالمردود كنا نسحقوا خير، وللاسف في كل مره نقولوا كنا نسحقوا خير، نقدموا في مردود قاعدين نسيطروا وما نعرفوش نستغلوا الفترات الباهيه اللي جينا سورتو اون دوزيام ميتون. مره اخرى بالاريتي ومره اخرى قله خبره. الهزيمه تاع اليوم توجع خاطر مقارنه بمردود الاولاد عم قدموا مردود طيب، عرفنا كيفاش نقفوا، ما قلقتناش برشا النجم الرياضي الساحلي. لكن نرجع مره اخرى ديتاي في الماتشات هذوما اللي خسروك في ماتش. ال 11 لاعب قاموا بدورهم كما يجب، والحقيقه نعرفوا اللي التيران صعيب ياسر، والفارق باش يكون على اثر حيثيات صغيره على غرار كره ثابته. شفنا اليوم الهدف الثاني كره ثابته، ثم النقطه الثانيه كذلك هي الديترميناسيون والعزيمه منذ بدايه المباراه، وهذا شيء خدمنا عليه، الشيء اللي خلانا نسجلوا الهدف منذ ربما هدف يكون اول هدف يكون في البطوله على مستوى التوقيت. الوليد وجه مبروك عليك، جا البارح لعب تيتولير وربحت ليتوال. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ربي يرزقني بوليد نهار الجمعه، والحمد لله معناتها لاباس عليه ومرتي لاباس، فرحان برشا، نعمه من عند ربي ووجهه مبروك ان شاء الله نهدي له الانتصار.